فطرنا النهاردة يا جماعة خطير خطير. عملت لكم النهاردة الدبابيس المقرمشة، وعملنا سلطة الكولسلو، وهقول لكم سر على الأسرار من المكرونة بتاعة المطاعم. بس تعالوا نعمل المشروب بتاعنا النهاردة. الدوم، حطيت 4 معالق دوم، وحطيت كوبايتين مية و4 معالق سكر، وسبتهم يغلوا على النار. وبعد كده هصفيه في الخلاط، صفيه كويس جدا يا بنات. وبعد كده هحط كوبايتين لبن، واحط بقى شوية سكر كده حسب الرغبة، السكر هنا حسب الرغبة. وضربته كويس في الخلاط، وهنحطه بقى اعملي اول حاجة المشروبات وحطيها في التلاجة عشان خاطر تسقع. وعملت كمان تمر الجاهز ده، وحطيت له سكر وحطيت له مية ساقعة كده، ورجيته كده عشان السكر بتاعي يدوب، وحطيتهم في التلاجة. هنا بقى مية بتغلي على النار، فيها بصل وجزر وملح وفلفل اسمر وحبهان ورق لوري. ودي دبابيس بقى انا جبتها وغسلتها بدقيق وليمون وسكر وملح كويس جدا. وبعد كده هسلقها بقى 3/4 سوا، انا عايزاها تتسلق. تعالوا بقى اما اقول لكم على سر من اسرار المكرونه. الصلصه دي اللي انا عملتها معاكم قبل رمضان. السر هنا يا بنات بتاع المطاعم، تاخدي كوبايه من ميه سلق المكرونه. عايزه اقول لكم ان ميه سلق المكرونه دي اهم من المكرونه نفسها. والله العظيم يا بنات انا جايبه لكم السر من اسرارهم يعني بصراحه. بس كده. وهنا بقى حطيت 5 معالق كبار مايونيز او نص كوباية مايونيز، ومعلقتين كبار سكر بودرة، وشوية لبن. هنعمل بقى سلطة الكروسلو، جميلة خطيرة احلى من الجاهزة 100 مرة. ونقلب بقى كل ده كده مع بعضه، ونسيبها على جنب. ونجيب بقى كابوتشاية كده صغنططة، هاخد نصها وحتة كمان. خلاص، ونقطع بقى رفنع خالص خالص خالص. لو وصلتي بقى لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك عشان يوصلك كل فيديوهاتي. بعد ما قطعت بقى الكابوتشاية كده، حطيت معلقة خل ورشة ملح بسيطة، ونص معلقة عسل نحل. مهم جدا الكلام ده علشان السلطة تطلع زي الجاهزة وأحلى. خلاص. هنجيب بقى معلقة بصل مبشور ونعصرها كويس جدا من المية. بصل، أيوة بصل، هما بيحطوا فيها بصل. جزراية مبشورة. ونقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعضه، وهتاكلي أحلى سلطة كروسلو، أحلى من الجاهزة 100 مرة. كل ما سبتيها في التلاجة كل ما كانت أحلى وأحلى. بعد ما هنقلبها، بصوا خطيرة. بعد ما هنقلبها هنغطيها ونحطها في التلاجة. مهم جدا برضو الموضوع ده. بصوا يا جماعة شكل المكرونة خطيرة. جبت لكم أهم سر في المكرونة. شفتوا بقى الدبابيس بتاعتي استوت. وحطيت كمان طماطمايه، يعني انا نسيت اقول لكم. جبت بقى الطبقه الكريسبي دي بتتباع عند اي عطار، وحطيت هنا بيضايه وكوبايه دقيق ومكعب مرقه وفلفل اسمر، بهارات فراخ. وحطيت كمان بهارات البطاطس العشق وتوم باودر وبصل باودر وشويه ملح. وبعد كده هنقلب بقى بميه، يعني هنزود ميه كده ونقلب لغايه ما الخليط بتاعنا. انا عايزه بس خليط كده يمسك معايا على الفراخ قبل ما احطها في الكريسبي، ونقلبه كويس جدا. وطلعت الفراخ بتاعتي. واهم حاجه بقى خطوه هنا، هنشيل الجلد بتاعها علشان واحنا بناكل ما يكونش فيها جلد، وتكون مستويه ومهلبيه. خلاص. وبعد كده نحطها في الخليط اللي احنا عملناه. وبعد كده هنحطها في الطبقه الكريسبي. خطيره. عايزه اقول لكم سريعه وسهله جدا وبسيطه، وولادك هيتجننوا عليها وجوزك هيشكرك عليها. بجد طعمها خطير. جربوها، جميله جدا جدا جدا. وعايزه اقول لكم ان لما تشيلي من المكرونه وهي بتتسلق، تشيلي منها كوبايه من ميه السلق بتاعتها. ده سر خطير. بيتحط في كل في الصوصات بتاعه المكرونه. زيت سخن بقى، وننزل بالدبابيس بتاعتنا. طبعا الدبابيس بتاعتنا مستويه، احنا بنسوي بس الطبقه اللي بره. وخطيرة مقرمشة يا بنات، القرمشة اللي احنا بنحبها، مش القرمشة اللي توجع السنان. خطيرة. وهسويها بقى بالطريقة دي، وهحمرها بقى بالصوص. شكلها خطير وطعمها يجنن، الأطفال والكبار بيحبوها. ورشيت كده على الوش شوية بقدونس. وخلاص بقى، خلاص حان الوقت بقى. غرفت بقى السلطة، بصوا السلطة، وغرفت كمان مشروب الدوم اللي أنا عملته، وغرفت التمر. شايفين المكرونة جوسي وطعمها خطير، جميلة جدا. أنا هنا في المكرونة حطيت بس الصلصة اللي أنا عملتها، وحطيت زيت، وحطيت فلفل أسمر، وحطيت ملح وتوم باودر، بس كده. ونزلت بالصلصة. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك.